اعزائي المشاهدين، اهلا بكم وشيف اسكندراني. ويسعدني يكون النهارده معانا مدام مها مرعي. ومدام مها مرعي مش عايزه اقول لكم قد ايه شيف رائع جميل، دايما بناخد منها مواصفات واكلات جميله جدا، ويمكن كتير من المشاهدات اتعلمت منك اكلات جميله. مدام مها يحفظك، الله يخليكي، انا اللي سعيده بيكي يا مها. اهلا بيكي يا مدام مها، باصدقائنا المشاهدين كلهم، ودايما اشوفكم واكلاتك صحيه دايما. يعني بناخد دايما اكلات يعني كلها يعني ذات مذاق جميل وفي الوقت نفسه كمان صحيه. كنا دايما مراعيين يكون فيها جزء كبير قوي يعني هيلثي فود. الله يحفظك. قولي لي بقى مها، النهارده احنا عاملين تارت السابليه بالقرع العسلي. هو حاجه غريبه شويه القرع العسلي مع السابليه، بس اكيد منك الحاجه بتبقى جميله. ربنا يخليك يا مها، ده من ذوقك. انا بحييكي يا مها، بحيي فريق العمل الجميل، وبحيي اصدقائي المشاهدين، واقول لكم وحشتوني، وان شاء الله تحت امركم في اي طلب تطلبوه نعمل الاصناف اللي بتحبوها. النهارده هنعمل تارت السابليه بالقرع العسلي. انا هقول لحضراتكم المقادير. لا احنا نتنقل هنا بعد هنا. اوكي. مقادير التارت السابليه. احنا معانا هنا نص كيلو. هقول لحضراتكم بس هي طريقتها ايه، عباره عن 1 2 3. يعني بنبتدي اول حاجه عندي ربع كيلو من السكر، نص كيلو من الزبده، 3/4 كيلو من الدقيق المنخول، بيبقى معايا بيضتين، وطبعا الفانيليا علشان تشيل الزفاره. بنعمل ايه؟ بنضرب الزبده مع السكر لحد الزبده العاديه اللي هي من يعني عارفه درجه حراره الغرفه. يا ريت ويا ريت يكون احسن لو حطيتيها في الثلاجه. الثلاجه ساقعه؟ بالظبط، لان هي لو كانت سايحه يعني هتفك معايا العجينه. فهنقول مع بعض نعمل ايه. بنضرب الزبده مع السكر، اول ما تبقى قوامها عامل زي القشطه بحط عليها البيضتين وبضرب كويس، ومعاها الفانيليا، وبخلي الدقيق في الاخر بعجنه بايدي، مش محتاجه مكنه. تمام. بعد كده طب ما قولي تاني بس عشان واحده كده. انت دلوقتي مش جايبه سكر بودره مش كده؟ اصل ساعات سكر عادي. لا ساعات التارت بتتعمل بسكر بودره. ممكن الاثنين. طب اسهل بودره ولا عادي؟ ممكن بالسكر بودره يدوب على طول. طب تمام. انت دلوقتي وهتحطي ايه في الثلاجه؟ الزبده في الثلاجه بالظبط كده. يعني انا حطيت ربع كيلو سكر، سواء سنترفيش او بودره، ضربته مع الزبده بقى زي القشطه. بعد كده بضيف البيض ومعاه الفانيليا بيضتين، و3/4 كيلو دقيق. بتديني العجينه بالشكل ده. ده شكل العجينه بعد ما اتخبزت. ما بتاخدش وقت، وبسيبها ترتاح حوالي نص ساعه. بسيبها ترتاح في الثلاجه نص ساعه. بعد كده بحطها في قالب التارت، بتديني المنظر ده. يعني ده شكل التارت بعد ما دخل الفرن حوالي على نار ايه؟ نار هاديه 180 حوالي ربع ساعه. ما بتزيدش عن ربع ساعه. تمام. وبخرمه، اهم بس ملاحظه ان لازم اخرمه عشان ما تعلاش. طيب انا في الوقت ده بجيب الحشو القرع العسلي. حشوه القرع العسلي عباره عن نص كيلو او كيلو من القرع العسلي، كيلو قرع عسلي مقشر، معاه نص كيلو من السكر، علشان مش عايزاه يجزع قوي. تمام. يعني مش عايزه ازود سكر فيه، هو اوريدي فعلا بيبقى سكره حلو عشان ما يبقاش زاع. بحط القرع العسلي المكعبات ومعاه السكر على نار هاديه جدا. هو بيغيب يعني بيقعد حوالي نص ساعه تقريبا مع التقليب المستمر. بيديني النتيجه دي. شبه المربى، عامل زي المربى فعلا. بتديني النتيجه دي. ده اللي هحشي بيه التارت. يبقى انا هحطه كده على التارت، هنزله كده على التارت، خلاص ما عادش هيدخل بقى. هو المختلف فيه انه مش مربى، لان المربى برضو عارفه ممكن فيها نسبه سكر عاليه قوي. بالظبط. انا هحطه كده. القرع العسلي على فكره مش عايزه اقول لك على فوائده رائعه. الله ينور عليك يا مها، فعلا القرع العسلي كله فوائد. تمام. بعد كده بحط على الوش بقى حاجتين عايزه حضراتكم بس تاخدوا بالكم منه، علشان دي اللي بتدي الشكل اللمسه الجميله النهائيه. دي كوبايه كريمه لباني مخفوقه. يعني مثلا لو قلنا كوبايه كريمه لباني معاها ربع كوبايه لبن متلج، وده كوبايه كريم شانتيه نفس الحكايه بلبن متلج وشويه يا دوب معلقه او 2 سكر بودره. بخلط الاثنين مع بعض. طب ليه بحط كريمه لباني مخفوقه او كريم شانتيه الاثنين؟ عشان الكريم شانتيه مع الكريمه اللباني لما هيدخل تحت الشوايه هيدي طبقه جراتان جميله جدا. هنجيب بقى مثلا طبق كده، لازم تتضرب اللي بتاع دي الكريمه بلبن متلج. يعني بحطه في ادي الكريمه المخفوقه كريمه لباني. عشان حضراتكم ما تفصلش منكم لازم يكون اللبن متلج. وادي الكريم شانتيه برضو بلبن. ايوه بلبن متلج برضه بالظبط. بخلطهم الاثنين مع بعض
لمده قد ايه السرعه برضه عشان اديكي القوام ده؟ بخلطهم بايدي. لا يعني ياخد لا لغايه ما تلف معاكي تحسي انها تقلت. اه بنخلط كده. شايفين حضراتكم ده اسمه شوبست كريم، خليط الكريمه اللباني مع الكريم شانتيه اسمه شوبست كريم. وبروح حطاه هنا فوق طبقه القرع العسل. ادي الجمال اللي هيديني الطبقه. هتبقى خفيفه على فكره، لانها لو لباني بس هتبقى تقيله. ايوه انت خففتيها كمان انها كريم شانتيه. بالظبط كلامك سليم، لان لو هي كده كريمه لباني ممكن تتعب المعده لوحدها. بصوا بقى حضراتكم انا بعملها كده حتى بشكل كده عشوائي، وبدخلها الفرن لمده حوالي 5 دقايق. انا مش عايزه اسوي هي كل حاجه مستويه، حمري بس يا دوب انا هعديها الوش الجراتان كده منظرها. بعد ما قعدت هي انسابت اللي هي دي، يعني هي دخلتيها كده طلعت الشكل ده. ايوه بالظبط. دي كده انا دخلتها شبه البشاميل الفرن كده. بعد ما عملت ايه حطيت الصينيه او الطرد تحت الشوايه، فادت المنظر الجميل ده. يعني الذهبي ده اي بالظبط. اللون الذهبي ده اداهوله الكريم شانتيه. لو انا كنت حطيت الكريمه اللباني بس مش هتدي لها الطبقه الجراتان الجميله دي. ما بيقعدش غير 5 دقائق. عايزين نقطعها بقى. ما هتقطعيها بقى بايديك الكريمه. اتفضلي عشان نشوف برضو الحشوه بتاعتها. نقطع فيه كده. ايوه على فكره انا عايزه اقول لحضراتكم ان هي بتتباع غاليه، يعني الطرط السابليه بيتباع غالي، في حين ان هو تكلفته في البيت يمكن ما تعداش ال 50 جنيه. بيتباع بره ب3 اضعافه باكتر. هي مثلثات كده شيلي بس. ايوه اسلكها لك. ولا ايه؟ لا انا عشان نشوف بس كده. ايوه ممكن بقى من هنا كده. وممكن احنا يعني عارفه تبقى لا حاسبه ايوه هي اتكسرت بس، يعني انا حبيت اوريكم الحشو من جوه بيبقى شكله ايه. القرع العسل على فكره بيبقى رائع وخفيف، مش حاسه انه حاجه تقيله. انت خففتي في القرع العسل وفي الكريم شانتيه. وبالهنا والشفا طبعا. والحاجات دي كلها في البيت ما بتاخدش نص التكلفه وسهله زي ما عملناها مع بعض. يا مها جميله، وانت جايبه افكار جميله، وكل مره بقى تجيب لنا افكار اجمل واجمل. الله يحفظك. سعيد اشكرك يا مها. الله يحفظك. اعزائي المشاهدين كده نكون وصلنا لنهايه برنامجنا شيف اسكندراني. نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم.